بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا بلال أحمد، وتعالوا النهاردة نتكلم عن اليوم الرابع لينا في خطة ال 52 يوم ألماني. النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا، وهي الارتكل أو أدوات المعرفة والنكرة والنفي. بص، قاعدة عامة كده، قاعدة عامة، والقاعدة دي ما فيهاش أي استثناء. أي اسم في اللغة الألمانية، أي اسم يعني أي اسم يعني أي حاجة أنا هقول خلاص كده. اي اسم انا ينفع اقول ايه زي مثلا ان انا اقول لك ايه الكتاب، خلاص، الطالب، السيارة، خلاص. اي حاجة هينفع ان انا اقول فيها خلاص كده. لازم يجي قبل منه أداة. الأداة دي إما إن هي تكون معرفة أو تكون نكرة أو تكون نفي. خلاص كده. أي اسم في الألماني لازم يجي قبل منه أداة. الأداة دي إما إن هي تكون معرفة، إما إن هي تكون نكرة، وإما إن هي تكون نفي، والنقطة دي لا نقاش فيها. خلاص كده. طيب، امتى انا بروح استخدم ادوات المعرفه؟ اصبر عليا شويه وانا هقول لك ايه ادوات المعرفه دي نعملها ازاي. خلاص كده. امتى انا بستخدم ادوات المعرفه؟ ادوات المعرفه بستخدمها او بحطها قبل الاسم لما بتكلم عن حاجه محدده ومعروفه ولا تقبل النقاش. حضرتك دلوقتي بتقول لي حاجه انا عارفها، انا عارف انت بتتكلم عن ايه، يبقى دلوقتي تحط لي ايه؟ اداه معرفه. خلاص. طيب، انت دلوقتي بتتكلم على حاجة انا مش عارفها، يبقى العكس. خلاص كده. العكس في ادوات ايه؟ النكرة. ادوات النكرة دي لما انت حضرتك بتتكلم عن حاجة انا كبلال كمستمع انا مش عارف انت بتتكلم على ايه، ولو سمحت وضح لي ايه كلامك. خلاص كده. ولو سمحت وضح لي كلامك. يبقى احنا عندنا دلوقتي ادوات المعرفة بستخدمها لما بتكلم عن حاجة محددة ومعروفة ولا تقبل النقاش. خلاص كده. وغالبا بيكون في صفة في الجملة او حاجة بتوصف الكلام بتاعك، فبالتالي انا مش محتاج ان انا اسالك ولا اقول لك ايه طب معلش ممكن توضيح اكتر. العكس بقى في ادوات ايه؟ النكرة. لا، انت حضرتك بتتكلم على حاجه انا ما اعرفهاش، ولازم تفرق بين الحاجتين دول. طبعا النفي ما فيهوش مشكله، اللي هو انا بنفي حاجه. خلاص كده. طيب، اول حاجه عندي ازاي ان انا اصلا بجيب ادوات المعرفه، او ايه هي ادوات المعرفه اللي عندي. احنا عندنا 4 ادوات معرفه. خلاص كده. وهقول لك تجيبهم ازاي دلوقتي، بس افهم وبعدين ايه هنروح نجيبهم سوا دلوقتي. انا عندي 4 ادوات معرفه. خلاص كده. عندي das، عندي der، عندي دي، وعندي دي. ومفيش حاجة اسمها ان داس للمحايد والدية للمذكر ودي للمؤنث، وهي دي بس بتاعت الجمع اللي احنا بنقول عليها ايه؟ دي للجمع. خلاص كده. واي فيديو هتدخل على اليوتيوب يقول لك تعالى بص ده انا في علامات ممكن نحطها في الاسم والقصص دي، هترجع برضو تلاقي نفسك بتحفظ. خلاص. فادوات المعرفة دي ملهاش اي حد غير ان انت تحفظها. يبقى انا عندي ايه؟ عندي 4 ادوات معرفة. عندي das، عندي الديع، عندي دي، وعندي دي. خلاص. هقول لك هنجيبهم منين دلوقتي، افهم وبعدين ايه هقول لك تعرفهم ازاي، والموضوع سهل جدا. خلاص كده. طيب، انا هنا ليه قلت داس؟ مع العلم ان داس دي ادوات معرفه، عشان انا بقول لك das Buch ist neu. das Buch ist neu. انا بقول لك يا عمي الكتاب ده جديد. فانا ايه؟ انا عرفته لك اهو. جيت قلت لك هنا der Laptop ist neu. اللابتوب ده جديد. فانا ايه؟ انا عرفته لك اهو. خلاص كده. فانت عرفته خلاص. هنا دي تاشا است غود، الحقيبه دي لونها احمر، فانا عرفتها لك. هنا دي بيشا زند نوي، الكتب دي جديده. فهنا انت لو لاحظت ان انت عندك هنا صفات او عندك حاجات تخليك تعرف انا اصلا ايه الصفات، او انا اصلا الحاجه دي انا كده عرفتها لك، وبناء عليه احنا حطينا مين؟ اداه ايه؟ اداه معرفه. نيجي لأداة النكرة. بص بقى، قال لك إن أي كلمة أداة المعرفة بتاعتها داس أو ديا بتاخد أداة نكرة اسمها أين. أي اسم في الألماني أداة المعرفة بتاعته داس أو ديا بتروح تاخد في النكرة أداة نكرة اسمها إيه؟ أين. خلاص كده. وأي كلمة في الألماني أداة المعرفة بتاعتها دي بتاخد إيه؟ أداة نكرة
اسمها eine، أداة نكرة اسمها eine. طبعا الجمع ملوش أداة نكرة، الجمع ملوش أداة نكرة عشان ein معناها حاجة واحدة، معناها واحد. طيب أنا هنا بقول لك das ist ein Buch، أنا بقول لك ده كتاب. أنا هنا ما عرفتكش الكتاب ده إيه صفته أو هو إيه، أو جديد أو قديم أو بتاع إيه. خلاص؟ فانا ممكن اجي اسالك اقول لك طب الكتاب ده ايه؟ ده كتاب ايه؟ طب الكتاب ده جديد، طب قديم. فانت انا بالنسبه لي وانت بتقول لي das ist ein Buch، انا الكتاب ده مجهول بالنسبه لي. خلاص؟ وبناء عليه استخدمنا ايه؟ اداه نكره. خلاص كده؟ طيب هنا das ist ein Laptop، انا بقول لك ده لابتوب وخلاص، انا ما حددتش. خلاص كده؟ انا ما حددتش وبناء عليه حطينا ein. طب هنا das ist eine Tasche، دي شنطة، حقيبة. خلاص كده؟ وبناء عليه انا برضه هنا ما اعرفش. طيب ابسط لك الموضوع اكتر، امتى بحط اداة معرفة؟ لما باجي اقول انا بقول لك الكتاب ده جديد، بدل انا قلت يبقى هنا احط اداة ايه؟ معرفة. خلاص؟ لكن لو انا سبتها مفتوحة بقول لك ده كتاب، هنا ما فيش وبناء عليه بدل ما فيش بنحط ايه؟ اداة ايه؟ نكرة. اخر حاجة اداة ايه؟ اداة النفي. امتى بستخدم اداة النفي؟ لما بنفي حاجة. انا بقول لك ده مش كتاب، das ist kein Buch، das ist kein Laptop، das ist keine Tasche، das sind keine Bücher. sind عشان ايه؟ جمع. ist بستخدمها مع المفرد، وزند بستخدمها مع الجمع. طيب انت دلوقتي قال لك ايه؟ قال لك بص يا معلم، انت اي كلمة الأداة بتاعتها ديا أو das أو أداة النكرة بتاعتها ein، خلاص؟ روح استخدم معاها أداة نفي kein، حط حرف إيه؟ الكاف بس كده، الكا. خلاص كده؟ طيب أي كلمة أداة المعرفة بتاعتها دي أو النكرة eine، روح استخدم إيه؟ استخدم نفي keine. خلاص؟ الجمع خلاص ثابت كايني، وهنا ايه؟ دي. الجمع مش هيعمل معاك ايه؟ اي ازمه. خلاص كده؟ طيب انا هنا لخصت لك القصه كلها، قلت لك ان اي كلمه الاداه بتاعتها das بتاخد اداه نكره ein، وبتاخد اداه نفي كاين. طب هنا ديا نفس الكلام، اي كلمه الاداه بتاعتها ديا بتاخد اي كلمه اداه المعرفه بتاعتها ديا بتاخد اداه نكره ein واداه نفي كاين. طب اي حاجه، اي كلمه اداه المعرفه بتاعتها دي بتاخد اداه نكره eine ونفي كايني. خلاص؟ والجمع خلاص دي ثابت من غير ما تروح تدور، وهنا ايه؟ كايني. طيب هل في استثناء للقاعده دي؟ في استثناء للقاعده دي. قال لك بص، انت لو عندك كلمه الاداه بتاعتها الديا، لو عندك كلمه الاداه بتاعتها ديا، والكلمه دي بقى جه قبلها فعل ايا كان الفعل ده ايه. خلاص؟ ايا كان الفعل ده هوت ايه. تمام؟ اعمل ايه بقى؟ قال لك لا، ما بتروحش تكتب ديا، قال لك بنكتب دين. خلاص كده؟ ما بنروحش نكتب ein، بنكتب einen. ما بنروحش نكتب كاين، بنكتب ايه؟ كاينن. ده الاستثناء الوحيد، والاستثناء ده هيتشرح في محاضرة كاملة قدام. خلاص كده؟ يبقى الاستثناء الوحيد اي كلمة الاداة بتاعتها ديا وجاء قبلها فعل ايا كان الفعل ده ايه. خلاص؟ ما بنكتبش الديا، بنشيل الديا ونكتب مكانها دين. الاين بنزود لها ايه ان بتبقى اينن، والكاين بتبقى كاين. طيب انا هنا بقول لك ich habe den roten Laptop. ich habe den roten Laptop. خلاص؟ انا عندي لابتوب لونه احمر. فانا هنا ايه؟ هنا قلت لك اهو انا عندي لابتوب ايه؟ لونه احمر. وبناء عليه استخدمت مين؟ استخدمت اداة معرفة. طيب انا بقول لك انا بشتري لابتوب. ich kaufe معناها انا بشتري. يبقى ich kaufe einen Laptop، انا بشتري لابتوب. طب ليه هنا ما قلناش ein؟ عشان هنا في فعل اهو اللي هو يشتري. طيب ممكن اقول لك انا عندي لابتوب. ich habe einen Laptop. ich habe einen Laptop. ايه اللي حصل هنا برضو؟ قلنا ايه؟ قلنا einen عشان في فعل موجود عندك هنا. طيب انت عايز تقول انا ما عنديش لابتوب، يبقى ich habe keinen Laptop. ودايما اداة النفي بتيجي قبل الاسم اللي انا بنفيه. خلاص كده؟ دايما اداة النفي بتيجي قبل الاسم اللي انا بنفيه. يبقى هنا ich habe keinen Laptop، هنا ich kaufe
ايه keinen Laptop. طب يا شباب اخر حاجه بعرف اداه المعرفه ازاي. انا دلوقتي هدخل على قاموس اسمه ارب ديكت. في قاموس اسمه ارب ديكت، سواء هتدخل من الموبايل او تدخل من اللابتوب، هتكتب الكلمه بالعربي خالص. انا مثلا هكتب كلمه اب، خلاص، فطلع لك ايه هنا؟ ديا فاتا. خلاص كده، فده معناه ايه؟ ده معناه ان الاداه بتاعه المعرفه بتاعه فاتا هي ديا. خلاص، هي ديا. طيب انا دلوقتي هكتب كلمه ام. بص كده قال لك ايه؟ دي موتا. يعني ايه بقى دي موتا؟ ام. خلاص، الام. خلاص كده، يبقى كلمه موتا بتاخد ايه؟ اداه معرفه اسمها دي. تعال نكتب كلمه تانية. هنكتب مثلا كلمه طفل. هنا قال لك ايه؟ das Kind. يبقى ده معناه ايه؟ ان اداه المعرفه بتاعت كيند اللي هو طفل هي das. طيب بعد كده انت دلوقتي عرفت مين؟ عرفت ادوات المعرفه بتاعت ايه؟ الكلمه. عرف اداه المعرفه اهو. خلاص، منها بتروح تطلع اداه النكره ومنها بتروح تطلع اداه النفي. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ده. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.